في الفيديو ده هقولك على البروتوكول اللي هيخليك تكمباك في ثالثه ثانوي وتجيب مجموع كبير، بالذات اللي انا مقتنع ان الفتره الاخيره في ثالثه ثانوي هي اللي بتحدد المجموع اللي انت بتجيبه في الاخر. انا حسن عامر دفعه 23 وجبت 94% السنه اللي فاتت. وبالنسبه لي ثالثه ثانوي بصراحه كانت سنه جميله، انا مش بحب اقول كده ولكن هي فعلا كانت سنه حلوه. لو دورت هنا في التشانل هتلاقي ان انا كنت عامل مراجعات الماني لثالثه ثانوي وانا في ثالثه ثانوي. ان ساعتها كنت باخد كورسز، كنت واصل لحد بي 2 في الالماني. بطلت تقريبا الجيم في اخر 5 ولا في نص 5، فكنت عارف اعمل حاجات كتير في السنه دي، وده بسبب حاجه هشاركها معاك النهارده. البني ادم عشان يعمل اي حاجه هو محتاج حاجتين بس، هما الوقت والتركيز. وحاليا الوقت ضيق، مفيش وقت اساسا، فالحاجه الوحيده اللي انت ممكن تتحكم فيها هي التركيز بتاعك. فانا هكلمك النهارده على البروتوكول اللي فيه 3 حاجات وفيهم ازاي تزود التركيز بتاعك. هكلمك عن التركيز، هكلمك عن الاكل، هكلمك عن طرق المذاكره. اول حاجه هكلمك عليها هي التركيز. تخيل كده معايا اللي انت فاحت نفسك في ثالثه ثانوي كلها وقاعد بتذاكر وحل كل حاجه، ودخلت الامتحان بتاع الفيزياء مثلا ولا بتاع الفيزيكس ومعرفتش اللي انت تركز لمده 3 ساعات متواصلين، دماغك تم انهاكها. فايه اللي هيحصل لك؟ هيتم انهاكك. فحرفيا دي اكتر الحاجات اللي انت ممكن تندم عليها اللي انت ما عملتهاش، وهي اللي انت تزود التركيز بتاعك. ازاي تزود التركيز بتاعك؟ انا هقسمها لحاجتين، واول حاجه هبتدي بيها هي الموبايل والسوشيال ميديا. حاليا احنا في عصر الاتنشن بتاع البني ادم فيه يا دوبك قد كده، فانت ولا عندك وقت والتركيز بتاعك انت عايز تزوده. فلو انت دخلت دلوقتي على السيتنجز ودخلت على السكرين تايم او دخلت على الوقت اللي انت بتقضيه على الموبايل، هتلاقي ان هو وقت كبير. فتخيل كده معايا ان انت اصلا معكش وقت وبتقضي وقت كبير على الموبايل، فبأي منطق انت ممكن تكون عايز تجيب مجموع في الاخر. انا عايز اقولك ان طول ما الابليكيشن عندك على الموبايل فانت هتفتحه. ما تقوليش اللي انت ممكن تفتحه في البريك ولا ممكن تقعد عليه ساعة ساعتين مش عارف ايه بترفع عن نفسك، لا هو بياخد من وقتك كتير. وعايز اقولك ان الابليكيشنز دي كده كده عايزه تعمل فلوس منك. هي بتعمل فلوس منك ازاي؟ ان هي بتقعدك اكبر عدد ممكن من الوقت عشان تعرض لك اكبر عدد ممكن من الاعلانات، فبالتالي هم عارفين هم هيقعدوك ازاي، فانت كده كده هتقعد. يعني من فتره كان في ترند منتشر بتاع البوكينج بتاع الفيسبوك ده، لقيت الناس كلها كانت قاعده على الفيسبوك قاعدين بيبوك بعض، يعني كانوا بيضيعوا وقت كده كده. فامسح الابليكيشنز كلها حرفيا، فيسبوك، انستجرام، تيك توك، سناب شات، حتى سناب شات. ليه؟ لان كل ده بياخد من تركيزك، انت دماغك مساحتها محدوده وما بتقدرش تركز في حاجات كتير في نفس الوقت. فلو انت مسحت الحاجات دي هتحس براحه بال، وهتحس بقد ايه ان انت حرفيا يعني هتحس ان انت خفيف. جرب تعمل كده، او مش تجرب تعمل كده، انت لازم تعمل كده. وكده كده في اخر الفيديو هشارك معاك كوميونتي على ديسكورد، بحيث لما تمسح كل ده يفضل معاك ديسكورد عشان تاكسس الكوميونتي بتاعتنا، واقدر ان انا اشارك معاك حاجات اكتر واقول لك على تريكس زياده. تاني حاجه هتكلم معاك فيها وهي حاجه مهمه جدا، وهي الصلاه. لو انت بتصلي صح فانت تركيزك لا اراديا هيكون كبير قوي. ليه؟ لان وانت بتصلي المفروض اللي بيكون فيه خشوع. الخشوع هي حاجه انت بتجتهد اللي انت تحصل عليها، مش بتحصل عليها كده رباني وخلاص. انت بتجتهد اللي انت تخشع في الصلاه عن طريق اللي انت وانت بتصلي تكون عارف ان في افكار كده كده هتجيلك، والفكره لما تجيلك تدرك ان هي جاتلك، ولما تدرك ان هي جاتلك انت خلاص هتكون كده انت برضو لسه مركز. ان زي ما قلت لك واحنا بنصلي بنخشع، فلما احنا بنخشع بنكون مركزين في حاجه واحده بس، وهي اللي احنا بنصلي. تخشع ازاي وانت بتصلي؟ تكون مركز ان انت بتصلي، ولما تجيلك فكره مجرد ادراكك ان في فكره جت في دماغك هتخليك تركز وتشيل الفكره دي من دماغك. الحوار ده انت ممكن تطبقه في الدروس، وممكن تطبقه لو انت قاعد بتتفرج على فيديو اونلاين في فكره جات لك، فانت ادركت ان في فكره جات لك، فبالتالي انت بقيت مركز تاني. فكل ما انت تعمل كده زياده اكنك في الجيم وبترفع بنش بريس ولا حاجه، فكل عدة انت بتلعبها بتزودك ليفل. فكل ما في فكره تجيلك وانت تدرك ان هي جات لك وتشيلها، فانت كده زودت المسلز بتاعت مخك. وكده كده ان شاء الله انا متفائل ان انت بنسبه كبيره هتكون بتصلي وانت في ثالثه ثانوي، ان يعني
زي ما تقول بنحاول ان احنا نكون قريبين من ربنا عشان ربنا يوفقنا، ولكن حط في دماغك ان انت لما تصلي صح ده هيزود تركيزك. تاني حاجه هتكلم معاك فيها وهي الاكل. مش هقعد اديك ابحاث علميه وقد ايه الماكروز دي مش عارف هتعمل فيك ايه والكلام ده، ولكن هم حاجتين بس اقولهم لك: اللي انت تقلل الكربوهيدرات، ويا ريت اللي انت تمنع السكر خالص. الكربوهيدرات هتلكمك، مش هتخليك تعرف تركز. السكر بيخلي دماغك مبلمه، بتخليك في بلور كده، في نغبشه في دماغك. فبالنسبه للاكل هتقلل الكربوهيدرات وتقلل السكر. وده مش نوع من اللي هو ايه اقطع سوشيال ميديا، اقطع سكر، مش عارف قلل كربوهيدرات، اقطع مع ابوك وامك والكلام اللي انت بتلاقيه على التيك توك ولا انت بتلاقيه على السوشيال ميديا كتير. الكلام ده حقيقي فعلا وجاب نتائج مع ناس كتير قوي. تالت حاجه هتكلم معاك فيها وهي طريقه المذاكره. اكيد انت بتعرف تذاكر ازاي، واكيد يعني اكيد لحد دلوقتي انت بقالك كام شهر في ثالثه ثانوي داخل على سنه، فانت عارف انت ازاي بتذاكر. حتى لو انت ما كنتش بتذاكر في تانية ثانوي ولا في اولى ثانوي ولا حتى في اي حته في حياتك وبدات تذاكر دلوقتي، هتكون عارف انت بتذاكر ازاي. ولكن في طريقه انا كنت بحبها في الفترات الاخيره دي، وهي الفلو ستيت او الديب وورك. الديب وورك هو اللي انا بقعد اركز لمده ساعه، مفيش اي حاجه في دماغي غير اللي انا قاعد بذاكره لمدة ساعة وبحسبها بالوقت، وبنجز في الساعة دي حاجات انت ممكن تقعد 4-6 ساعات قاعد بتحاول انت تنجز فيها. انا بعمله ماسح السوشيال ميديا، حاطط الموبايل بتاعي في الشنطة وقافل الشنطة وحاطط الشنطة في مكان بعيد، وقاعد انا والكتاب او انا واللابتوب قاعدين بنذاكر الساعة دي. بحب اقسمها بلوكات، ساعة 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 لمدة 4 ساعات. ال4 ساعات دول حرفيا بينجزوا حاجات ممكن تنجزها في اسابيع. طريقة المذاكرة اللي أنا شايفها ممتازة إن أنا كنت بقوم الصبح الساعة 6 مثلا، ببتدي أذاكر لحد الظهر، مش 6 ساعات طبعا، بكون بذاكر مثلا 3 ساعات بالطريقة اللي قلت لك عليها بتاعة الديب وورك، اللي أنا قاعد ساعة بعد كده باخد بريك. البريك مش بمسك فيه الموبايل، بعد كده ساعة، بعد كده بريك، بعد كده ساعة، بعد كده بريك، لحد ما الظهر يأذن بصلي الظهر وبعد كده بنام. الناب اللي أنت بتاخدها أو القيلولة اللي أنت بتاخدها دي حرفيا بتديك باور، بتحس إن أنت صاحي يوم جديد. فلما تصحى تاني بتبتدي تعيد السايكل دي، وهيبقى في وقت اللي انت تنزل الجيم، وهيبقى في وقت اللي انت تعمل حاجه كتير، بس انت اعمل اللي انا بقولك عليه. ودي بالنسبه لطريقه المذاكره، ومش عايز اطول عليك. ولو انت اللغه التانية عندك الماني في ثالثه ثانوي، فانا كنت عامل فيديوهين السنه اللي فاتت برجع لك فيهم الماني، المنهج كله، الجرامر في فيديو، الكلمات في فيديو، ممكن تروح تتفرج عليه هيعجبك. واخر حاجه انا عايز اكلمك فيها وهي البالانس. مفيش حاجه اسمها بالانس، مفيش حاجه اسمها اعتدال، مفيش حاجه اسمها اوزن حياتك مش عارف ايه عشان تعيش وبتاع. انا مؤمن جدا ان انت لو عايز تعمل حاجه فانت المفروض تضحي بحاجات تانية كتير عشان تعمل الحاجه دي. وكده كده في الحياه اللي احنا عايشينها في حاجات تافهه انت ممكن تضحي بيها. انا مش معتبر ان الجيم دي حاجه انت ممكن تضحي بيها. لو انت مثلا عايز تجيب مجموعه في ثالثه ثانوي فانت المفروض تكون مركز في ثالثه ثانوي، وعادي مركز في الجيم، عادي مركز في حاجات تانية، بس في حاجات تافهه وانت عارف ايه الحاجات التافهه اللي انت ممكن تضحي بيها. المفروض اللي انت تموت نفسك عشان تعمل الحاجه اللي انت عايزها. انا عارف ان ممكن يكون في بعض منكم مش عايز يعمل الحاجه دي، ولكن انت ممكن تكون حاسس ان انت بتعمل كده ملوش لازمه، ممكن تكون حاسس ان التعليم ملوش لازمه، الكليه ملهاش لازمه، وانت عندك حق من الكلام ده. ولكن لو انت معاك الحاجه وبتقول الحاجه دي ملهاش لازمه، هتكون اقوى بكتير لو انت ما حققتش الحاجه وقلت ان هي ملهاش لازمه. يعني لو انت جبت مجموعه في ثالثه ثانوي وفي الاخر قلت يا عم التعليم ملوش لازمه، الكليه ملهاش لازمه، انا اخش كليه اريح فيها دماغي، انت كده جامد. ولكن لو انت ما عملتش وفي الاخر جيت تقول يا اصلا ملهاش لازمه، اصلا ملوش لازمه الكلام اللي انا بعمله ده، انا هركز في البيزنس بتاعي، هطلع من الماتريكس مش عارف ايه، في الاخر ايه يعني؟ الاقوى بكتير اللي انت تكون حققت الحاجه وفي الاخر ترميها، في الاخر تقول مش مشكله، تبان اللي انت اقوى بكتير. حاجه تانية عايز اكلمك فيها، بحس ان اكتر حاجه وسخه انت ممكن تعملها في حياتك ان انت تدفع مبلغ كبير في التعليم او تدفع مبلغ كبير للجامعه. فانت خليك مصر ان انت تموت نفسك الفتره اللي جايه دي عشان تجيب مجموع كبير، وبعد ما تجيب المجموع الكبير ده تقول ان هي ملهاش لازمه، او بعد ما تجيب المجموع الكبير ده تخش حاجه انت كان نفسك فيها وتحقق اللي انت عايزه. انزل تحت في الديسكريبشن هتلاقي الكوميونتي بتاع الديسكورد، خش دلوقتي هتلاقيني ببعت لك حاجات وتريكس هتفيدك الفتره اللي جايه. تلاقي في كوميونتي في ناس كلهم عايزين يعملوا حاجه، خش دلوقتي واشوفك بعدين، سلام.